السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم وصفه جديده. اليوم غادي نشارك معكم السفنج. هذه الوصفه المحبوبه عند الجميع اللي نقدروا نتناولوها في الكوتي او في الصباح. كيف ما كتشوفوا كيجي مقرمش من برا وكيجي من داخل كيجي مجعب وخفيف وهشيش. كنتمنى تجربوه وتتبعوا معايا المراحل كلها حتى الاخير على بركه الله. بسم الله. كنحتاجو لهاد الوصفه. عندي هنايا 5 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض او الفورس فقط، ما كنخلطوش. كنزيد شويه د الملحه على حسب الذوق، ونزيد واحد معلقه كبيره ديال السنيده، ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. هذه معلقه خميره حبوب، واللي عندها معجونه تخلطها مع شويه الماء دافي وعاد ديرها في الطحين. عندي خماره حمراء، صافي. كنخلط هاد العناصر كلها بالماء يكون دافي، شويه، حيت دابا شويه بدا كيبرد الحال. كنبقاو نضيفوا الماء شويه بشويه. السفنج طبعا عنده طرق كثيره ومختلفه. انا اليوم بغيت نطبق معكم الطريقه اللي كيديروا السفناجه مالين المحلات، لا في العجينه ولا في القلي. لان كاين بعض الاخوات اللي في القلي كيستعملوا 2 مقالي. انا غادي ندير مقله واحده، يعني غادي نتبع الطريقه اللي كيديروا صحاب المحلات مالين السفنج ديال الزنقه. وديما انا كندير هذه الوصفه وكتنجح لي الحمد لله. ديما كيجيني السفنج بحال السفنج اللي كنشريو من الزنقه. صافي. بعد ما جمعنا العجينه كنبداو ندلكوها، كنعطيوها دليك مزيان. العجينه تكون شويه جاريه. كنستمروا في الدليك، كندلكوا العجينه ديالنا واحد 10 دقائق هكاك. العجينه ديالنا من بعد ما دلكناها كتولي بهذا الشكل هذا، كتولي ملسه ورطبه وما كتبقاش تلصق بزاف في اليدين كيف ما الاول. وهذا نتيجه للدليك، راه 10 دقائق ولا اكثر ديال الدليك. صافي. كنغطيو العجينه ديالنا بواحد البلاستيك غذائي ونزيدوا عليه واحد المنديل اخر، ونديروه في واحد المكان يكون دافي، ونخليوه يخمر على خاطره، ما نزربوش عليه. لان السر في السفنج الا بغيتوه يجي مزيان هو 2 ديال المسائل: الدليك والخميره. صافي. العجينه ديالنا من بعد ما خمرات وضاعف الحجم ديالها كيف ما كتشوفوا. انا الزيت عندي هي سخونه، زيت كنخليوها تسخن مزيان حتى كتسخن، وكنقصوا البوطه. كنعاودوا ندلكوا العجين باش كنخرجوا منه داك الهواء. كندهن يديا بالزيت، على حسب نتوما اللي بغات السفنج كبير، اللي كتبغي السفنج كبير تقطع كويرات كبار، واللي بغاتو صغير على حسب كل
الذوق ديال كل سيده. انا كندير سفنجات شويه كبار. كنكور العجينه هكا بين يديا وكنخرجها بحال هكا كيف ما كتشوفوا. كنبدا كنجبد فيها. الطريقه ديال السفنج راه معروفه، انا فقط كنتكلم مع المبتدئات اللي يلاه بداو يدخلوا المطبخ ويلاه بداو كيتعلموا. ملي كنديروا السفنج في المقله كنبداو نكبوا عليه الزيت من الفوق. هذاك هو السر باش كيجي من فوق ومقرمش من برا. كما قلت لكم في الاول كاين بعض الاخوات اللي كيديروا جوج مقالي، وحده كيديروا فيها غير شويه الزيت والاخرى كيعمروها. كل وحده والطريقه ديالها، وكل وحده والطريقه اللي باش كينجح ليها السفنج. انا هذه هي الطريقه ديالي اللي كندير دائما، هي المعتمده عندي. كما قلت لكم انا غادي نتبع معكم الطريقه ديال السفناجه. كنقصوا البوطه على الزيت باش ما كيتخطف ليناش السفنج، باش يطيب من برا ومن الداخل، ما يبقى ليناش عجينه من الداخل. خليوه يطيب على خاطره. والسفنج هاد النوع ديال الفطائر معروفين بالمغاربه. كنظنش انا السفنج كاين في شي بلاد اخرى، على حسب علمي ما كاينش في شي بلاد اخرى من غير المغرب. ولا كنت غلطه صححوا لي الخطا ديالي في التعاليق، ربما يكون في شي بلاد اخرى ما نعرف. والسفنج كنقدموه دائما اما للفطور او للكوتي، كنرافقوه باتاي او القهوه. والسفنج ديالي ها هو وجد. كما قلت لكم كيعطي كميه لا باس بها، مزيان. كما كتشوفوا كيجي مقرمش من برا. وحتى من الداخل كيجي مجعب وخاوي كيف ما كتشوفوا، وهشيش. والسر كما قلت لكم في العجينه، في الدليك وفي الخميره والطريقه ديال القلي. كنتمنى تتبعوا معايا المراحل كامله من الاول حتى الاخير، وان شاء الله غادي ينجح ليكم. كنتمنى تكونوا تابعتوا معايا الفيديو حتى الاخير، وكنطلب من الناس اللي مازال ما شافوش القناه ومازال ما اشتركوش يشرفونا بالاشتراك، وديروا شي طليله على هذه القناه. ما غاديش تندموا، غادي تلقاو فيها كاع داكشي اللي كتحتاجوا المراه بصفه عامه. اطباق مالحه، اطباق حلوه، وصفات جميليه. كذلك اللي عجبها شي فيديو ما تنساش دير له لايك وتعليق محفز جميل كقلوبكم الطيبه. كنتمنى ما تبخلوش على هذه القناه الجميله وعلى صاحبتها حاتم بالاشتراك واللايك والتعاليق الجميله. وكنتمنى كذلك النجاح للجميع ولجميع القنوات، والى فيديو قادم ان شاء الله.